اللي عمال بيلعب درامز بسرعة كأنه رافع حباية ستروكس ده اسمه أندرو، طالب في سنة أولى في أهم معهد موسيقى. وهو شغال بيدخل عليه الموسيقار الكبير تيرنس وبيقول له اسمك إيه يا ابني وفي سنة كام علشان بجمع فرقة وممكن تنول شرف إنك تبقى معايا. الموسيقار تيرنس عامل زي حلمي بكر عندنا، مش عاجبه أي حاجة في الدنيا وشايف إنه هو الوحيد العبقري وباقي العازفين رائع. فبيقلع الجاكيت للولا أندرو وبيقول له وريني مهاراتك يلا وضاعف الإيقاع. وبعد ما الواد اتهدى حلو يا عيني قفل الباب وسابه ومشي. وبيخلص أندرو تدريباته وبيطلع على السينما مع أبوه علشان يطري على حاله شوية. فبيجيب فشار حجم كبير علشان ياكل هو وأبوه، وعشان هو فنان ومرهف الحس وكده بيعجب بالبنت بتاعت الفشار اللي اسمها نيكول. وبيقعد ياكل فشار هو وأبوه في السينما وبيحكي له اللي حصل وإنه قابل الموسيقار الكبير تيرنس بكر بس حس إنه معجبوش عزفه. فأبوه قال له أنت لسه صغير وعندك خيارات كتير، اهم حاجه بس سيبك من كل ده وكل الزبيب مع الفشار، ما تاكلش الفشار وتسيب لي الزبيب. وبيروح تاني يوم البروفا مع اصدقائه في فرقته المتواضعه في المعهد اللي كانوا كلهم بيتمنوا ينضموا لفرقه تيرنس، زائد انه ما كانش العازف الرئيسي في الفرقه، يعني قاعد جنب الاساسي كده لحد ما يجيله اصابه او شد في السمانه علشان ينزل يلعب هو. وبيبدأوا يعزفوا مع أساتذتهم كل ده وترانس واقف بيتصنت على الباب بس ما بيعجبوش العزف وبيمشي. فبيخلص أندرو البروفا بتاعته وبيروح يراقب فرقة الموسيقار الكبير تيرنس، فبيلاقي الولا بتاع الدرامز في الفرقة عندهم أسرع من محمد صلاح. فبيروح البيت يتدرب علشان يوصل للمستوى ده. وبيروح تاني يوم البروفا بس فجأة الباب بيتفتح وبيدخل تيرنس عليهم سلام عليكم، والعيال كلها مرعوبة منه ونفسهم يبقوا ضمن الفرقة بتاعته. وهوبا بدأ الاختبارات وكلهم فشلوا وما نقاش منهم إلا أندرو علشان شاف فيه بذرة فنان موهوب مع إنه ما كانش العازف الرئيسي في الفرقة. وقال له قابلني بكرة الساعة 6 عند الغرفة 16 وسيبك من الفرقة المتواضعة اللي انت فيها دي. وبيروح بعد كده نيكولو وبيقول لها بقولك ايه، بدل الفشار اللي بجيبه منك كل يوم ما تيجي نخرج مع بعض. فقالت له يا ابني ما بخرجش مع أغراب. فالواد أندرو اتخض فقالت له بهزر يا ابني مالك في ايه. وقالت له نتقابل يوم الاثنين الساعة 7. وبيصحى تاني يوم علشان يروح لتيرنس الساعة 6 بس بيصحى متأخر وبيقوم يجري علشان يلحق ميعاده، بس لما بيوصل بيلاقي مواعيد الحضور الساعة 9 وتيرنس كان بيشتغل والفرقة بتاع تيرنس وصلت قبل 9 بشوية. بس برضو أندرو كان درامر بديل مش أساسي في الفرقة. ولما الساعة دقت 9 بالظبط دخل تيرنس المرعب وكل الفرقة وقفت ثابت وقال لهم يلا يا رجالة هنعزف مقطوعة اسمها ويبلاش. بس وهم بيعزفوا كانوا مرعوبين منه وكان كل شوية يوقفهم علشان في عازف خارج عن اللحن. فقال لهم اللي بيطلع من اللحن يعترف علشان لو مسكته لوحدي مش هحله. وهوب بيمسك الواد اللي بيعزف غلط وقال له طالما بتعزف غلط ما بتقولش ليه يا ابني، خد بعضك وامشي يلا انا زهقت منك انت مطرود. وبعد ما الولد مشي قال لهم على فكرة ما كانش هو اللي بيعزف غلط، ده واحد تاني بس هو ما كانش عارف وده أسوأ علشان كده اتطرد. وطبعا أندرو قاعد مذهول من الضغط النفسي اللي على العيال، والمشكلة انه المفروض يعزف بعد البريك فقعد يذاكر النوتة بس وهو بيذاكر جاله تيرنس قال له أبوك وأمك بيشتغلوا إيه؟ فقال له أبويا كاتب وأمي معرفش عنها حاجة سابتني وأنا صغير. فقال له ما تقلقش واهدى واستمتع انت هنا علشان انت موهوب. وكان طيب جدا معاه بس أول ما دخل جوه تحول وراح رامي الكرسي على دماغ أندرو وقال له إيقاعك زي الزفت عيد يا ابني. وكل ما يعيد على إيقاع غلط يديه كف علشان يفوق. ها يا ابني الإيقاع كده سريع ولا بطيء جاوب. وبعد ما حط عليه شوية تهزيق وشتيمة والواد عيط قال له بقى اتدرب كويس وقوم وقعد يلا الأساسي مكانك. ورجع أندرو البيت يتدرب جامد على الإيقاعات السريعة لدرجة إن إيديه اتعورت علشان لما يروح لتيرنس قاهر الغلابة ما يتحطش عليه تاني. وخرج مع نيكول زي ما كانوا متفقين علشان ينسى تيرنس شوية وقالت له البيتزا حلوة قوي قال لها انت أحلى يا قمر. وجي وقت مسابقة فريق تيرنس اللي قال لهم قبل المسابقة لو حد سرع الإيقاع وسوق سمعتي وخسرني المسابقة دي همسح بيه بلاط القاعة. وطبعا أندرو كان قاعد في المسابقة جنب
الدرامر الأساسي ما بيعملش حاجة لحد ما يشاء القدر إن النوتة تضيع من تانر الدرامر الأساسي وهو مش حافظ النوتة. فاضطر تيرنس يعتمد على أندرو علشان كان حافظ المقطوعة بتاعت ويبلاش ومش محتاج نوتة علشان يلعبها. ولعب أندرو المقطوعة في المسابقة وخدوا المركز الأول. مش بس كده، تيرنس لما جه البروفة تاني يوم خلى أندرو العازف الأساسي، وبيروح أندرو عزومة عند خالته، فجوز خالته بيقول له بص ولادي أحسن منك إزاي وفي مناصب مهمة وأنت شغال طبال وبتاع هشك بشك. فقال له يا عمي مناصب مهمة مين؟ ده واحد بيلعب في دوري الدرجة الثالثة والتاني مش عارفين هو بيعمل إيه أصلا. ولما خلص البروفة الجديدة تيرنس قال له عايز إيقاع مضاعف عن كده علشان أنا جبت واد جديد اسمه كولي وكان معاك في الفرقة القديمة وبيعمل إيقاع مضاعف، فخلي بالك بقى من مكانك ويلا هنعمل مسابقة دلوقتي بينكم. فالولد الجديد عجب تيرنس فأندرو اتجنن وراح بعد كده نيكون قال لها احنا لازم ننهي علاقتنا علشان انا مش عارفه اركز في الموسيقى من زنك، والصراحه كده ما عنديش وقت ليكي ومش عايزه اظلمك معايا وربنا يوفقك مع حد احسن مني والشويه دول. وبيروح يتمرن لدرجه انه بيكسر الدرامز بايده علشان عايز يبقى رقم 1 عند تيرنس. بس كل الجديد هو الاساسي دلوقتي عند تيرنس وبيبداوا البروفا ومحدش عارف يجيب منهم الايقاع هما الثلاثه. فتيرنس عمال يبدل فيهم علشان حد فيهم يجيب الايقاع السريع. وراح تيرنس قال لي باقي الفرقه اطلعوا لي بره بقى لحد ما يجيبوا سرعه الايقاع اللي انا عايزها. انا قاعد لهم النهارده مش ماشي لحد ما اشوف هيعملوا ايه. وعدت 3 ساعات ما حدش عارف يجيب سرعه الايقاع. العيال عرقت وماتت لحد ما اندرو جاب سرعه الايقاع الحمد لله. وده بعد ما ايده بقت كلها دم وتيرنس عمال يصيح جنبه اسرع اسرع ويكسر في الحاجات علشان يلخبطه. وخلاص اندرو هو اللي هيلعب المقطوعه في الحفله، بس بيحصل اللي مش متوقع والأتوبيس بيعطل بيه في الطريق، فبيضطر يروح يأجر عربية علشان يوصل في ميعاده، بس بينسى العصيان بتاعته هناك. فتيرنس قال له مش هتلعب المقطوعة دي وكولي هو اللي هيلعبها علشان تبقى تتأخر وتنسى العصيان بتاعتك تاني. وبعد مناوشات كتير وصياح تيرنس قال له قدامك 10 دقايق تروح تجيب عصيانك وتيجي. بس وهو راجع بيعمل حادثة وبيطلع المسرح وهو مش مركز وغرقان دم فبيبوظ المقطوعة. ولما صعبت عليه نفسه قام هجم على تيرنس وقال له انت السبب ربنا ينتقم منك. وبيسيب أندرو الموسيقى ويرمي الدرامز في الدولاب وبينزل يشتغل وبيقدم شكوى في تيرنس في المعهد. بس وهو ماشي في الشارع بالصدفة بيلاقي تيرنس حاله اتدهور وبقى بيعزف في حنة، فبيدخل يتفرج عليه وهو بيعزف وبيقعد ويتكلموا مع بعض. فتيرنس قال له رفدوني من المعهد علشان في عيل سوسة كده قدم فيا شكوى، بس لو عرفت مين الواد ده وربنا ما هسيبه. وقال له انه داخل مهرجان الجاز بتاع السنة دي والواد الدرامر اللي معاه مش حلو، فايه رأيك بقى يا أندرو لو تيجي معايا، خصوصا وإننا هنلعب مقطوعة انت عارفها كويس قوي وهي مقطوعة ويبلاش. فبيرجع الأمل لأندرو من تاني وبيروح البيت يتدرب على مقطوعة ويبلاش وبيكلم نيكول علشان يرجع المية لمجاريها ويعزمها على الحفلة بتاعته. فقالت له مش عارفة هعرف أجي ولا لأ، لازم استأذن صاحب الجديد. فقال لها طيب اشوفك بقى في الحفلة انت وهو. وحضر نفسه وراح الحفلة ودخل لقى تيرنس بيقول خطبة للفرقة عن ان حفلة مهرجان الجاز دي مهمة جدا، يا اما تنقلكوا ل7 سما وتبقوا نجوم يا اما هتروحوا تدوروا على وظيفة ملهاش لازمة. بس لان اللي فيه داء ما بيبطلوش، فاول ما طلعوا على المسرح تيرنس راح له وقال له انت فاكرني غبي؟ انا عارف ان انت اللي قدمت الشكوى فيا وانك السبب في رفضي من المعهد. وعمل معاه السليمة وغير المقطوعة. يعني بعد ما قال لهم انهم هيعزفوا مقطوعة ويبلاش واندرو مجهز النوتة بتاعتها وكل حاجة راح مغيرها المقطوعة تانية. فالواد اندرو قعد يخرف بقى ويحذف اي حاجة علشان ما هوش النوتة بتاعته. فاللي قاعد بيعزف جنبه قال له بس يا ابني بطل القرف اللي انت بتعمله ده هتبوظ اللي احنا بنعزفه. كل ده وتيرنس المفتري واقف مستمتع جدا باللي بيحصل. فبعد ما خلص تيرنس قال له انت ما عندكش موهبة وقوم امشي بقى من هنا. فخرج من المسرح وابوه قال له يلا نروح يا ابني بلا موسيقى بلا بتاع. فقال له وسع كده يا حاج ورجع للمسرح تاني وقعد يلعب درامز لوحده. وتيرنس مستغرب لحد ما الفرقة دخلت معاه في العزف هي كمان، والفرقة خلصت وهو شغال مفيش فايدة مش عايز يوقف. فتيرنس قال له بتعمل ايه يا ابني؟ قال له روح بس انا مهايبر دلوقتي ومش هوقف. فتيرنس اتفاعل معاه وفرح باللي بيعمله وقلع له الجاكيت وفضلوا في الجنان ده لحد اخر الفيلم. وبكده يكون خلص فيلمنا. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتشوفوا الفيديوهات القديمة واستنونا في فيديوهات جديدة. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتكتبوا لنا في الكومنتات الفيلم اللي حابين تشوفوه المرة الجاية. سلام.